الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. لما يتم الحديث عن وجود فاشية سنية، بيتكهرب وبيتنركز وبيجعلك الكثير وليس القليل من أنصار النظام السوري الحالي، الذي يعتبر نفسه آه، نظام أو امتداد لنظام بني أمية قبل 1400 سنة. طبعا الفاشية السنية عندما يصار الحديث عنها، هذا لا يعني أنه لا توجد هنالك فاشية شيعية أو فاشية علوية، لا. أمامنا تاريخ يعني، واللي بيحكي غير هيك ليس قارئا جيدا للتاريخ، لن أقول جاهلا يعني. فالفاشيات الطائفية الإسلامية شيء، والدين الإسلامي الحنيف شيء آخر. الصراع على السلطة والصراع على الحكم وتوظيف الدين وتوظيف القرآن والنص القرآني متأصل في بنية وكينونة وهوية وتركيبة الطوائف التي تفرعت عن الإسلام تقريبا يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفاقمت في حادثة أو ما يقال عنها الفتنة الكبرى، يعني حصار منزل عثمان بن عفان الخليفة الأموي الأول أو المؤسس للتيار الأموي في التاريخ الإسلامي. وكل فرقة من هذه الفرق تحججت بالنص وبالحديث وكل هذه التفاصيل. فالفاشية السنية موجودة في التاريخ والآن، وعبرت عن نفسها يعني في تنظيمات تكفيرية وجهادية، تنظيم الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية، الجهاد الإسلامي، السلفية الجهادية. كل هذه التنويعات والتفاصيل هي هوامش على متن ما يمكن وصفه بالدليل القطعي الثبوت والدلالة بالفاشية السنية. الفاشية السنية حاليا أيضا يعني موجودة وتحكم من البلدان العربية سوريا. الآن لا يمكن الحديث عن وجود فاشية سنية تحكم السعودية، لا. حتى يعني الحديث عن الوهابية وأنه ما زالت تتحكم في السعودية، وعلى أساس أنه هي عاصمة الوهابية ومنها يعني انتشرت في العالم العربي، هذا كلام مبالغ فيه. الآن أنا عم بحكي الآن على العكس تماما. الإخوان والسلفية الجهادية يصار إلى محاربتهما في السعودية، وبالتالي البلد العربي الوحيد المحكوم بفاشية سنية حاليا سوريا. هذا يعني إذا حدا يجي ويحاججني يعني ينبغي أن يكون معززا بما لديه من براهين وأدلة وكذا. الفاشية دينية عبرت عن نفسها في هذه البلاد أو في هذه المنطقة تحت مسمى داعش، تحت مسمى جبهة النصرة، جيش الإسلام، هيئة تحرير الشام. كل هذه التنويعات والتفريعات وكل هالتفاصيل خلاصتها فاشية سنية. طبعا عندما أتحدث عن وجود فاشية سنية تحاول تجديد نفسها
والارتكاز مش على مظلومية عثمان بن عفان كما فعل معاوية، وعلق قميصه في الشام وتركه يعني لشهر أو أزيد يعني معلقا مشان اللعب بعواطف الناس ومظلومية الشيخ المظلوم المحاصر وذو النورين من كل هالقصص. الموضوع كان ملك وسلطة. يعني الآن الفاشية السنية التي تحكم وتسعى إلى تأبيد نفسها وفرض نفسها كقضاء وقدر على السوريين، لا تستند إلى المظلومية التاريخية، لكن تحاول أن تبتكر مظلومية أنه السنة من تم استهدافهم، السنة من أبيدوا، السنة، كل هالقصص. طبعا أكبر مدينتين سنيتين إنجاز التعبير وعلى هواء هؤلاء دمشق وحلب. دمشق وحلب هي آخر مدينتين بشكل فعلي شاركوا في الثورة على نظام بشار الأسد، وتحديدا حلب. يعني كنا نقول لماذا يعني حلب تأخرت وكذا، وكانت البداية في درعا ويعني بعض التجمعات والمظاهرات البسيطة، لكن المدينة كمدينة دمشق لم تخرج من تحت سيطرة نظام الأسد طيلة 14 سنة. ضواحي دمشق، ريف دمشق، كلها تفاصيل، إنما حلب خرجت في فترة متأخرة يعني. لكن ال ال وبقي السنة يدعمون نظام بشار الأسد حتى آخر لحظة. الجيش الذي انهار قوامه سنة، ضباطه سنة، وزير دفاعه سنة، رئيس الوزراء سنة، وزير الخارجية سنة، كل التفاصيل السنة. عندما سقط نظام بشار الأسد سقط نظام السنة الذي كان يحكم، نظام السني الذي كان يحكم، الذي رمى البراميل على السنة، فالقاتل والمقتول كلاهما سنة. طبعا لا أنفي ولا يمكن نفي، لا منطق ولا أخلاق يجعلنا ننفي دور ومسؤولية أقطاب أمنية عسكرية سياسية بارزة من المكون العلوي. هذا يعني لا يختلف عليه اثنين. وبالتالي هل كان هنالك فاشية علوية؟ الفاشية العلوية عبرت عن نفسها في النظام الأسدي. كان جسده سني ورأسه علوي كما ذكرت في فيديوهات سابقة. و يعني السردية التي يستند إليها هذا النظام هو يعني سردية دينية طائفية تعود إلى مسألة مظلومية علي وآل البيت وكربلاء، ومظلومية العلويين في الحقب العثماني، ومظلومية العلويين والشيعة على زمن العباسي وعلى زمن الأموي ووصولا للفترة العثمانية. المهم النظام كان برأس علوي وجسد سني. هل يعني كان هنالك شيء من الفاشية العلوية؟ طبعا لكل فعل رد فعل. طالما هنالك فاشية سنية أصيلة وقديمة وعريقة ومتأصلة ومتشعبة في كتب التراث، في النزعات التكفيرية، في يعني كل ما يمت بالتيار الحنبلي وابن تيمية وكل هالتفريخات، مذهب السنة، أهل السنة والجماعة، والخطاب التكفيري متى تأسس؟ يعني هذا المذهب تأسس على زمن العباسيين، والعباسيين أبادوا
أبناء عمومتهم الأمويين، اللي بيتحجج حاليا الأمويون الجدد بأنهم يعني ينتصرون لذلك التاريخ المجيد، والأمويون أصلهم ذهب. بس العباسيين كمان سنة. ليش العباسيين أصلهم خشب؟ ما العباسيين أسسوا أصلا البيئة والفترة التي رعت واحتضنت ودعمت مذهب أهل السنة والجماعة، يعني العباسيين مش الأمويين. فبيغنوا على الأمويين وبيمجدوا الأمويين، وبينسوا يعني أو بيحاولوا يشطبوا على 300 400 سنة من الحكم العباسي مقابل 90 سنة حكم أموي. هؤلاء الفطاحلة الجهابذة اللي على أساس يعني بيحكوا في التاريخ. طبعا في مقابل الفاشية السنية، هل كان هنالك فاشية شيعية؟ بكل تأكيد. الفاشية الشيعية عبرت عن نفسها في الدولة الصفوية، في الدولة الفاطمية، في دولة القرامطة. ومعروف يعني الفظائع التي ارتكبتها هذه الدول، وصراع الأسر والعوائل والقبائل على السلطة تحت يعني ذريعة مظلومية آل البيت، والكل تاجر بعلي مثل ما الكل تاجر بعثمان. السنة تاجروا بعثمان، وابتداء من موقعة الجمل، ومرورا بموقعة صفين، واستئثار وانقلاب معاوية على علي. وفيما بعد يعني أتى من أتى لكي يتاجر بدم علي ودم الحسن أو دم الحسين ومظلومية آل البيت فقط للوصول إلى السلطة. معاوية والأمويين وحتى العباسيين، يعني من ينازعهم على السلطة والملك كانوا ينهشون لحمهم، أو من يحاول الطعن في شرعية حكمهم نفس القصة، حتى ولو كانوا أفراد فلاسفة رجال دين فقهاء شعراء. يشكك في السردية الرسمية ومشروعية السلطة الحاكمة، كان يعني يصار إلى تصفيته. أيضا يعني التيار الشيعي والمذهب الشيعي ينطوي على فاشية، نعم. هذا المذهب كمان طبقات، وهنالك يعني سجالات ما بين الشيعة الشيرازية الأكثر تطرفا يعني ضمن المذهب الجعفري الاثني عشري الشيعي، والتطاحن اللي صار أيضا في الدولة الفاطمية، والصراع ما بين الإسماعيلية المستعلية والإسماعيلية النزارية، وصول إلى حسن الصباح ومجموعته التي مارست الاغتيال. كل هذا ماذا يمكن أن نسميه؟ يعني نسميه استبداد؟ لا، هذه فاشية طائفية شيعية موجودة، نعم موجودة بدليل التاريخ. كتب التاريخ ومراجع التاريخ تقول يعني أن هنالك شيء اسمه فاشية شيعية، والفاشية الشيعية كانت عبارة عن ردود أفعال. حتى في بعض الفرق التي تفرعت من معركة النهروان، اللي كان لها موقف حاد من التيارين، التيار الأموي والتيار العلوي، الأزارقة والصفرية وكل التفريعات ما سموا بالخوارج. طبعا اللي بيحكي في التاريخ أحيانا يعني أو بيحكي عن مشروعية النظام الحالي على أساس أنه عم يحكي في التاريخ،
هو جاهل، مش عرفان راسه من رجليه، راسه يعني هيك كائنات رخوية عندها يعني نحكي هيك على بساط أحمد يعني طيز بتفكر وعقل بيخري. نموذجًا هذا الكائن الأموي المستجد، شوفوا كيف بيحكي، كيف بيشرع أو يشرح أحقية استلامهم للسلطة بعد ظلم وغبن دام 2000 سنة، أو يعني جرى عزلهم من السلطة 55 سنة، وبعدين صار تصحيح هذا الأمر بدماء كما هو يقول بمليون سني يعني، مليون سني. اسمعوا هذا كلام قديم يعني يعود إلى شهر آذار لأحد جهابذة وفطاحلة إعلام النظام الجولاني. نحن استعدنا دولتنا اللي سلبت مننا ل55 سنة على دماءنا، لن نرجع. تاريخ لن يتكرر. 2000 سنة كانت ماشي صح، طلع منا 55 سنة غلط، تم تصحيحه بدماء مليون إنسان. لن نرجع إلى هذا التاريخ أبدا بأي شكل، لا في أوروبا، لا في أمريكا، لا في إسرائيل. إذا بيجتمع الكوكب كله، القرار اتخذ، أنت كأقلية حلك الوحيد التعامل معي، حلك الوحيد تضع إيدك في إيدي، ما عندك حل غيره. أنا هذا اللي بتمناه يفهموه الدروز والعلويين والأكراد المقتلة صارت في السنة، ما حدا بينكر هذا الأمر. قتل من السنة 99 والباقي الواحد موزع على كل الطوائف. المقتل، البراميل، الكيماوي، الخيام، التشريد، الأسماك اللي شبعت من لحمنا كلها كانت من الطائفة، مو طائفة، نحن أمة من السنة. حلك الوحيد. كل دول الكوكب لن تستطيع حمايتك إلا السني. أخوك السني هو الوحيد اللي بيحميك. طبعا هذا الجاهل يا أما بالفعل جاهل ويعني مو قريان شي تاريخ، مو فهمان شي، مو تعبان على حاله يعني، وبيلقي هيك كلام عبثي وشعوائي وشعبوي كمان فيما يتعلق بموضوع السلطة والحكم، وأنه خلاص لو اجتمع الكوكب كله عليه لن يتزحزح، ويحدد خارطة الطريق للمكونات، مكونات الشعب السوري، وبيوجه رسائل للأقلية. طبعا هذا الخطاب أو هالتصريحات اللي هذا الكائن اللي اسمه قتيبة ياسين كان في شهر آذار على ما أذكر، وشهور مضت يعني، شهور مضت، وصار اللي صار في الساحل السوري، وصار اللي صار في السويداء، والوضع على ما هو عليه، وعلى أساس أنه لن يتزحزح عن موقفه. بيعتبر أنه التاريخ 2000 سنة كان ماشي صح. هو يعتبر نفسه حتى في مسألة الأرقام اللي بده ضبط، يعني لازم يحكي من الفترة الإسلامية والفترة الأموية، أنه التاريخ 2000 سنة صحيح، 55 سنة غلط من فترة استلام البعث أو استلام حافظ الأسد. طبعا هو يعتبر من سنة 70، من سنة 63 لما اجى البعث كمان بيعتبروا حكم سني لا غبار عليه، وهو كلامه صحيح. لكن من سنة ال 70 كمان، عندما قام حافظ الأسد بالانقلاب على رفاقه البعثيين اللي الموجودين في السجن، في السجون، في سجون البعث وقت ذاك، اغلبهم علويين، مع وجود كم واحد سني يعني نور الدين أتاسي، لكن صلاح جديد وكثيرين من الضباط كانوا علويين. فأعمدة
النظام الأسدي، وهو يعني التعبير يعني في تقديري الأدق، يعني مش نظام علوي. النظام العلوي ينبغي أن يكون من بابه لمحرابه علوي، من يعني بكل تفاصيله علوي. الخطاب التربية والتعليم هل كان يروج للسردية العلوية؟ لا. الخطاب الإعلامي هل كان يروج لمظلومية علي والعباس نفس الخطاب الإعلامي الذي نراه في العراق؟ لا. هل الخطاب الإعلامي في دولة البعث ودولة الأسد كان نفسه الخطاب الإعلامي في إيران؟ لا، على العكس تماما. الخطاب الإعلامي ومناهج التربية والتعليم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية سنية قح، ولا إشارة ولا شيء يعني يوحي بمظلومية آه، علي والحسن والحسين وآل البيت وكل لا، وأنه معاوية كان طاغية ويزيد كان طاغية، ما في هيك شيء. إذا هل يعني طبقا لهذه المعطيات كلياتها في الإعلام، في التربية والتعليم، في الخطاب السياسي، في الأداء السياسي، لك حتى حافظ الأسد عندما كان يروح يصلي بالجامع الأموي كان يصلي على طريقة أهل السنة والجماعة، ولا ما كان بيصلي على الطريقة العلوية أو الشيعية يعني ويسبل يديه يعني. لا. إذا الأقرب إلى الدقة قياسا إلى ما هو موجود أنه نظام أسدي بجسد سني 100% وبرأس علوي 100%. يعني اختصرته بهذه الصورة. هذه الصورة تلخص التوصيف اللي أنا بقوله أنه نظام أسدي بجسد سني وبرأس علوي. وسبق أن ذكرت يعني أنه هؤلاء الهمج في إعلام الجولاني يحكوا شروي غروي، والناس بتصدق وتصفق لهيك إكلاوات بدون سند بدون براهين، بتصدق وما بيعرفوا أنه طيب حافظ الأسد على من استند في انقلابه على رفاقه العلويين والمسيحيين والبعثيين؟ سند على السنة. المرجعية الدينية لحافظ الأسد كان كفتاره ومحمد سعيد رمضان البوطي ومروان شيخو، والثلاثة كانوا سنة. عدا عن ذلك المؤسسة العسكرية حكمة الشهابي وحسن تركماني والعماد مصطفى طلاس، أركان الجيش المؤسسة العسكرية كانوا سنة. حتى فيما يتعلق بالمؤسسة الأمنية الكثير من رموز وجنرالات وضباط المؤسسة الأمنية كانوا سنة، عدا عن رئاسة مجلس الوزراء والوزراء. كل هذه التفاصيل يعني بتصفقوا يعني تصفقوا لهذا الكائن اللي طلع قتيبة ياسين على قفاه، وبتقول له يعني اخراس. ومثل ما هذا مثل كردي ومثل عراقي كمان، يمكن ما بعرف شو المعادل الشامي، انه اقعد عوج واحكي صحيح واحكي عدل يعني. بالكردي كمان خواروني والراس بيشتغل. لا، هذا بيحكي اعوج وبيقعد اعوج كمان. فهذا الاعوجاج لا يمكن تقويمه، لانه يعني كيف فينا نقنع هيك بني ادم يعني انه بيحكي كلام
لا علاقة له لا بالواقع ولا بالتاريخ. هيك من عنده يعني يبدع يعني. بيقول 2000 سنة يعني التاريخ كان ماشي صح، و55 سنة تم تصحيحه بدماء مليون إنسان سوري سني. وشو بيقول يعني إنه 99 كانوا سنة، وواحد وزعهم على الأقليات. ما حدا رد عليه وقال له يعني طيب هؤلاء العلويين الذين قتلوا في جيش نظام الأسد، المسيحيين الذين قتلوا، السنة الذين قتلوا في جيش نظام الأسد، هؤلاء يعني من قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، يعني شو كيف يمكننا أن نصنف هؤلاء الضحايا من كل المكونات؟ وثانيا يا بني آدم أنت لما يعني تصرف نظام حافظ الأسد نفس تصرف معاوية، من نزعه على الملك فتك به. نفس تصرف العباسيين، من نازع يعني الأمين إذا بده ينازع المأمون على الملك خلاص إبادة. والعباسيين نازعوا على الأمويين وأبادوهم. العثمانيين اللي بتتفاخروا فيهم الأب قتل ابنه مشان الحفاظ على السلطة، والأخ قتل أخوه، والتاريخ العثماني لسه على أضرب وعلى أخرى وعلى أكثر السويداد، يعني شيء بيسود وجه العثمانيين الجدد والأمويين الجدد. فشو 2000 سنة التاريخ كان ماشي صح؟ شو ما التاريخ كان ماشي صح؟ كله حروب وقتل ودم وفتن وصراع والقصص هي. أنت كسنة أردت الاستيلاء على السلطة، فكان الرد من النظام السني اللي برأس علوي أنه خلاص أعتبرك في مقام العدو. والحرب هكذا يعني، يا اما انت يعني لانه انت كنت بريء وقاعد في بيتك وكافي خيرك وشرك، لا الموضوع ما كان هيك. انت كنت بدك السلطة ان تجعله نظاما سنيا 100%، نظام سني برأس سني مثل هلا الجولاني واللي حواليه يعني. واذا اجتمع الكوكب كله ما بنرجع، ما بيرجع يعني. انا ما بعرف انه هذا البني ادم كم شخص من عائلته فقدوا حياتهم، ما بعرف، لربما يعني من اسرته يعني كانوا ضحايا او مفقودين او شهداء او معاقين، انا ما بعرف. هيك بيحكي وكأنه هو الذي يحكم سوريا وليس جبهة النصر. لربما يكون هو ضمن تنظيم جبهة النصر أو الأخوان، وأنا ما بعرف يعني. إذا اجتمع الكوكب كله ما رح نتراجع، والقرار اتخذ ودخيل هذا القرار، ورح نشوف هذا القرار أنه مر عليه كل هالأشهر وخلاص يعني اللي ما عم يتنازل. لا، نظامك السني بيتنازل، ونظامك السني أمام الأتراك طوبزة، أمام الإسرائيلي طوبزة، وتنازل لأهل السويداء. وأهل السويداء هم الآن سيقررون مصير أنفسهم بأنفسهم، يعيشوا داخل سوريا، ينفصلوا عن سوريا، هم أحرار. أنت ما فيك تجبرون، وما فيك تجبر حدا انه يعيش داخل سوريا مكرها صاغرا، وانت الامر والناهي. يعني انا شخصيا بهاي العقليه ما بيشرفني عيش في دوله انت وامثالك من يحددون للمكونات الشعب السوري كيف يعيشوا
وكيف يكونوا سوريين إذا اجتمع الكوكب كله وبيتحدى يا عيني القرار اتخذ. طبعا هو عم يحكي من شهر آذار، وكمية الطوبة زي اللي مارسها أو اللي طوبزها نظام الجولاني للتركي وللإسرائيلي وللأمريكي وللخليجي، وما مخلى يعني حدا يعتب عليه. باقي الإيراني قريبا طوبة زي للإيراني كمان. شو كمان بيقول يعني؟ بيوجه خطابه انه يتمنى انه المكونات السوريه، الدروز والعلويين والكرد، يفهموا انه المقتله صارت في السنه، وطبعا هذا كذب من فرط تكرار انه السنه. طبعا التدخل الاعلامي بيخلي الاكاذيب والاباطيل التي يروجها ويضخها إعلام الجولاني في القنوات والمنابر والسوشيال ميديا، يجعل من هذه الأباطيل والأكاذيب حقائق. لكن هيهات، سرعان يعني ما بيبين، يعني بيدوب الثلج وبيبان المرج. بيقول لسنا طائفة، نحن أمة. كيف أنت أمة يا حبيب القلب؟ شو التوجه الفقهي الذي يعني تستند عليه لكي تصف أهل السنة والجماعة على أنهم أمة؟ يعني الشيعة كمان في يقولون نحن كمان أمة الشيعة، والشيعة كثر وبعشرات الملايين وبمئات الملايين. شوف التوصيف البليد والسخيف والسمج والشعبوي اللي بيدغدغ المشاعر. نحن أمة، كل دول الكوكب لن تستطيع حمايتك عما يخاطب الكردي والعلوي والدرزي إلا أخوك السني، وحط إيدك بإيد أخوك السني وهو اللي بيحميك، ما في إلك حدا في هذا العالم. طبعا هاي الشعارات اللي قالها في شهر آذار وهي تهديدات يعني لا سند لها، والأحداث أثبتت زيفها وسقوطها وبطلانها عدا عن التاريخ. يعني السني أباد السني العباسي أباد السني الأموي، نبش قبور. عندما أتى العثمانيين ما أتوا فاتحين، بلادنا كانت بلاد مسلمة، يعني ما كانت بلاد كفر وإلحاد ووثنية لحتى يأتوا فاتحين. أتوا كمان ودمروا هذه البلاد وفتكوا بها طيلة 400 سنة. فالسني لا يأتمن على أخيه السني في مصيره وفي حياته. المكونات الأخرى، المسيحي والكردي اللي هو كمان سني، أو الإيزيدي أو الأرمني والسرياني، بده أمن على حياته عند واحد مثلك ومثل نظامك. شو مفكر الناس جدبان يعني هلا فهمنا تطبيل وتزمير وبروباغندا، بس شيء يتقبل العقل يعني. بالمحصلة هذا السعي الدؤوب الحثيث المستميت والغبي مشان يعني شرعنت انه خلص الموضوع اكتمل والقرار اتخذ، ونحن قضاؤكم والقدر أيها السوريون، خلاص هكذا. يعني أنتم عشتم 55 سنة تحت حكم البعث، لكن الناس تمردت، انتفضت. أنت ما تجي تعمل لي فيها نظام بعثي تاني، نظام أسدي تاني بنفس الطريقة الأسدية، أنه خلاص
الأسد أو نحرق البلد أو لا أحد. كان غيرك أشطر، كان غيرك أشطر. طبعا أنا عندما لا أوجه الكلام إلى شخص معين، أنا أوجه كلامي إلى عقلية، إلى ذهنية معينة، وما عندي مجال للتفاوض وللمهادنة. يعني أنا أتناول الموضوع بمنطق أخلاقي وبمنطق ثقافي، مش بمنطق سياسي. السياسي يساوي اللي بده إياه، يعني يعمل توازنات، يعمل ما بعرف شو، يشتغل سياسي. أنا ما بشتغل سياسي، وبالتالي هامش الحرية عندي أوسع، والمصارحة والمواجهة أكثر شفافية وأكثر صرامة فيما يتعلق بالمواقف. معياري المبادئ والقيم الأخلاقية، ومعياري ما أمتلكه من وعي وأسانيد وبراهين تستند على التاريخ السوري والتاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني. أكتفي بهذا القدر على أن نلتقي في مواضيع أخرى وقضايا أخرى تهمنا كسوريين جميعا. دمتم بألف خير.